مر النبي عليه الصلاة والسلام مرة في المدينة يمشي ولقي عمر بن الخطاب، عمر الفاروق. يقول عمر بن الخطاب فسلم عليه النبي: السلام عليكم. عليكم السلام. قال فأمسك يدي. شوف اللطف، الرسول يتلطف مع الصحابة. عمر بن الخطاب رغم شدته وقوته يوم مسكه الرسول مع يده التفت كذا قال: يا رسول الله. قال: نعم. قال: والله إني أحبك، والله أنا أحبك. هو يعرف الرسول أن عمر يحبه، لكن هذا الموقف خلاه يعبر عما في داخله: والله يا رسول الله إني أحبك. وش قال له الرسول؟ قال الرسول: أكثر من مالك يا عمر. قال: اي والله أحبك أكثر من مالي. قال: أكثر من أهلك يا عمر. قال: أكثر من أهلي. قال: أكثر من ولدك يا عمر. قال: أكثر من ولدي. قال: أكثر من نفسك يا عمر. قال: لا، أنا ما أحبك أكثر من نفسي. فقال له النبي: لا يا عمر، لا يكتمل إيمانك حتى أكون أحب إليك من نفسك. يقول عبد الله بن عمر ولد عمر بن الخطاب هو راوي الحديث، يقول فذهب أبي، يعني فك يد النبي وراح يمشي. يقول فوقف الحالة شوي، وقف بعيد. يقول وقف ثم رجع قال: الآن يا رسول الله أحبك أكثر من نفسي. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر اكتمل إيمانك. لا يكتمل إيمان عبد حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس.